عربيه على ارقامها. صباح الفل، حلقة جديدة من توكيل توكل. والنهاردة معانا اللي اختلف عليها المصريين كلها، صيني ولا انجليزي ولا ايه بالظبط. النهاردة في حلقة النهاردة هعرفكم هي انجليزي ولا صيني ولا ايه حكايتها. ام جي الناس كلها اختلفت عليها ليه؟ ام جي شفناها في شوارعنا المصرية انتشرت انتشار كبير، ومش انا اللي بقول الانتشار الكبير. مبيعات ام جي في 2021 احتلت المركز الثاني في الاكثر مبيعا في توتال العربيات من ام جي 5 والام جي 6 والاتش اس. مش انا اللي هقول لكم ان هي الاكثر انتشارا، ارقامها هي الاكثر انتشارا ب 23,000 عربيه. انت بتتكلم في مبيعات عاليه جدا. مش انا اللي بقول ان هي اكثر انتشارا، مش انا اللي بقول ان هي عربيه منتشره في مصر. ارقام هي بتاعتها اللي انتشر في مصر. العربيه دي في الخليج اثبتت قدراتها في ان هي خلي بالكم سوق الخليج صعب جدا ان انت تخش فيه، عشان سوق الخليج فيه عربيات حدث ولا حرج. فالعربيات الام جي اثبتت قدرتها في الشرق الاوسط وفي الخليج، وكانت زادت مبيعاتها بحوالي 72%. في مصر هنا في 2018 لو جيت بصيت من اول 2018 لحد 2021 هقول لكم كده سريعا عملوا ايه في الفتره دي. 2018 ام جي كانت محتله المركز ال 24، تمام، كانت بتبيع عدد عربيات قليل جدا، وبدات تطور نفسها في 2019 وفي 2020 وفي 2021 احتلت المركز الثاني. في 2020 كانت محتله المركز الخامس. فهي كل سنه بتقدر تزود مبيعاتها. ناس كتير هتيجي تقول لي ايه ده، انت هتقول لي الام جي حلوه؟ بص، العربيات بتبقى قيمه مقابل سعر. ببساطه انت دلوقتي هتاخد من العربيه دي ايه؟ هاجي لكم في الفيديو اقول لكم، بس مش اول ما تشوف عربيه تقول صيني صيني صيني، اوعى تقرب منها. لا، ما انت جرب وشوف. انا برضو النهارده هجرب وهشوف عشان اقدر احكم على العربيه دي ازاي انتشرت الانتشار السريع ده. يعني انا عندي فضول اعرف انت ازاي انتشرت الانتشار ده، فالنهارده هنجربها مع بعض. عشان نجاوب على سؤال هل هي صيني ولا انجليزي، احترنا ما تقولوا لنا يا جماعه الخلاصه. العربيه دي براند، كبراند من 1923 كانت براند انجليزي، وما زالت هو براند انجليزي. عربيات الام جي كانت على فكره عربيات كويسه جدا، والانجليز كانوا بيحبوا العربيات الام جي، كانوا بيحبوها جدا، بس السبب من اسباب المبيعات كانش عارفين يعملوا ماركتنج. ما تفهمش، عربياتهم كانت حلوه، كانش عارفين يعملوا ماركتنج كويس، مش قادرين ان هم يوصلوا العربيه دي ان هي تبقى مبيعاتها كويسه حتى في اوروبا، في الدول اللي جنبهم، في مصر، في الشرق الاوسط. ما كنتش تسمع عن الام جي. بس على فكره الام جي دي نزلت على فكره قبل الام جي 6، كان في ام جي 6 قديمه، وعلى فكره عربيه الناس كان كلها بتشكر فيها. خش شوف الريفيوهات بتاعت الام جي 6 القديمه. عربيه كان في ناس اساطير من بيعملوا كار ريفيو كانوا بيشكروا فيها. 2006 شركه سايك دي شركه صينيه. الشركه دي مش قليله، خلي بالكوا، عامله زي بارتنرشيب مع جنرال موتورز وعامله مع في دبليو. سايك اشترت ام جي في 2006، وسايك خلت ام جي في حته تانية خالص. واحنا واقفين دلوقتي في 2022، ودلوقتي بيفكروا يعملوا عربيات كهرباء. يعني انتظروا من ام جي عربيه كهرباء قريب، وانتظروا برضو في عربيتين نازلين لسه ما اعلنوش على اسم العربيتين دول، بس في عربيتين ام جي غير الام جي 6 والام جي 5 والاتش اس، في عربيتين جداد، موديلين جداد. فانا اعتقد ان ام جي في 2022 في طفره هتحصل كمان. العربيه دي الصين مجمعاها وبتصنعها، بس التصميم، الشكل، الديزاين بيتعمل في انجلترا. فهي انجليزي، التصميم انجليزي صرف، بالذات الام جي 6 وبالذات الشبك اللي هو ده هتلاقيه قوي تصميم انجليزي قوي. تعالوا بقى نتكلم على العربيه اللي معانا دي. العربيه اللي معانا دي 2021 هي اللكجري. هي بتنزل كومفورت ولكجري. لكجري بتنزل بلاك اديشن اللي هو الفرش بيبقى اسود، وفي ريد اديشن بيبقى الفرش احمر.
الفرق ما بين الفئات ايه؟ الفئات ان الفرق هنا مثلا الجنط ده 18، في الفئه الكومفورت بيبقى 17، هنا في فتحه سقف هناك ما فيش. الفروقات برضو ان دي فرش جلد والكراسي كهرباء، الكرسي السواق كهرباء، هناك فرش قماش عادي، في طبعا هنا مرايات كهرباء. فدي كده بصورة سريعا كده الفروقات البسيطه اللي ما بين العربيات. الاسعار من اول 329 لحد 350. ناخد بقى جوله بالعربيه ونشوف اداء العربيه دي. كل بيقول عليها ايه؟ جرايه جرايه. نشوفها بقى جرايه ولا مش جرايه، ونشوف هل الجري اللي هي بتجريه ده على السعر بتاعها في حاجات حبان، يعني في حاجات هتضايقنا ولا لا. تعالوا يلا نشوف. العربيه هنلاقيها ان هي 1500 سي سي تربو، بتطلع 169 حصان عند 5500 لفه. 5500 لفه معدل متوسط، بس يعتبر في اخر المتوسط، يعني معدل ممكن تسمع صوت الموتور وده اللي هنشوفه. بتطلع 250 نيوتن متر تورك عند عدد لفات من 1700 لحد 4300. الفتيس هنا دول كلتش 7 سبيدز، وهنشوف هل الفتيس ده مساعد الموتور ولا مش مساعد الموتور. عربيه على ارقامها العربيه على، بصوا يا جماعه ده العزل بقى، ده العزل في العربيه. سمعت صوت الموتوسيكل؟ فالعربيه العزل هنا مش احسن حاجه. تكمله على العزل، صوت الكاوتش ظاهر قوي معاك جوه في العربيه جوه. ودي حاجه انا بصراحه شايفها حاجه بناخدها نيجاتيف على العربيه. جنط ال 18 او الكاوتش ممكن يبقى هو السبب، ممكن، بس برضو العزل في العربيه مش احسن حاجه. مساحات الرؤيه بصراحه القايم ده مضايقني شويه. قايم ده عشان نازل كده زي ما قلت لكم، العربيه واخده شكل اللي هو العربيات الكوبيه اللي هي بتبقى مقفوله من قدام ومقفوله من ورا. حاسه الوهله الاولى مضايقني انا، يعني ممكن اكون انا لو خدت على العربيه مش هتضايقني، يعني مع الوقت ممكن اخد على الموضوع ده. عوامل الامان، العوامل الامان هنا في العربيه رهيبه. انت بتتكلم في 6 اير باجز، وبتتكلم في اي بي اس واي بي دي واي اس بي واتش ال اي، كل حاجه في عوامل الامان موجوده. بصوا يا جماعه العربيه فيها لاج واضح جدا، لاج لا واضح، بس العربيه عايزه تجري يعني مجنونه. يعني العربيه هنا انا عايز اجري، بس الفتيس في لاج وعايز اجربه تاني. لا في لاج اهو ده لاج. شوف كده ثبات العربيه، عربيه ثابته. نشوف العربيه على الملفات هتعمل ايه بقى. صوت الموتور طبعا لو خدتوا بالكم صوت الموتور عالي معايا، ظاهر معايا جوه بسبب ال 5500 لفه، وبسبب برضو ان الفتيس مش مساعد. الفتيس هنا علامه استفهام. بس في الاول وفي الاخر يا جماعه انا هعيدها تاني. تعالوا بس نشوف الملفات تاني كده، نشوف الملف. لا حلوه في الملفات، ماسكه في الملف، مش عايزه تطلع من اللاين. كملفات بصراحه حلوه يعني. الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها واللي هي هتبقى نقطه النقاش في العربيه دي هو الفتيس. فتيس هنا 7 نقلات، واول ما العربيه نزلت لقيت الناس كلها بتتكلم ان هو ايسن. لا هو مش ايسن، هو قالوا ان الفتيس ده دول كلتش وصيني، يعني هو صيني بس هو مختفي الهويه، يعني ما تعرفش شركه ايه اللي عاملاه. ممكن تبقى شركه سايك هي اللي عاملاه، ممكن تبقى هي اللي مصنعاه، بس ما فيش حاجه تثبت الكلام ان هو ايسن ولا سايك. فتيس ممكن يكون لو اتعمل له شويه بروجرامنج احسن من اللي فيه هيطلع اداء للموتور. موتور قوي، موتور عافي، عايز يجري، عربيه متجننه كده عايزه تجري. فانا اعتقد ان الفتيس نسبب اللاج، وهنشوف اللاج ده دلوقتي في التسارع. احنا دلوقتي هنعمل التسارع من 0 ل 100 اللي بيقولوا في 7 ثواني. يعني انت عايز تفهمني ان على الورق 7 ثواني ومحدش شفته لحد دلوقتي جابها في 7 ثواني. فانا محتاج حد من ام جي يطلع يقول لي فين الريفرنس بتاعك على ال7 ثواني. هات لي عربيه وانا مستعد، هات لي عربيه يا عم، مش هقول لك بقى مستعمله، هات لي عربيه الزيرو واطلع اعمل لي بيها تسارع. لو جبت بيها 7 عارف يعني ايه 7 ثواني؟ يعني انت بتطلع من 320 الجديده اللي هي ال 184 حصان اللي بالفتيس الزد اف الثمان نقلات. دلوقتي هنجرب التسارع.
من 0 ل 100. موضوع 7 ثواني، هو اول ما كانوا بيعرضوا العربيه قالوا 7 ثواني، تمام. الكتالوج بتاع العربيه 8.5، واعتقد ان ده الرقم اللي هو الصح. هنجرب دلوقتي العربيه من 0 ل 100 اللي هي المفروض بقى على هنمشي ورا الكتالوج 8.5 مش 7 ثواني. عدادات قلبت احمر زي ما قلت لكم. هنجرب دلوقتي التسارع. عايزين العربيه دي تجيبها في 7 ثواني؟ شوفوا الفتيس، الموتور قوي قوي قوي، بس فتيس مش مساعد الموتور، مش قادر يطلع من الموتور احسن ما فيه. العربيه بعد ال100 هبل، في هبل بيحصل. انت بتلاقي نفسك رحت. خلوني اخدكم على الشكل الامامي للعربيه، وانا قلت لكم التصميم انجليزي صرف، فاول ما تشوف كده العربيه من قدام انجليزي يعني، من اول الشبكه اللي هي واخده النجوم بتفكرني بعربيه. العربيه دي مرسيدس. الشبك ده المنقط هتلاقوه في مرسيدس كتير قوي. عربيه من قدام الشبكه كبيره قوي، والتهويه للمحرك جايه من الشبكه دي والشبكه دي. الفوانيس مميزه جدا، يعني العربيه وهي داخله كده عليك في المرايات وانت جاي كده في المرايات مميزه جدا جدا جدا. الفوانيس هنا فول LED من الدي لايت لللينز. وهنا بقى في حاجه حلوه قوي، الحته دي بتشتغل كورنرنج، يعني بتشتغل تفتح مع حركه الدركسيون شمال او يمين، تشتغل كمان مع الريفرس. بالنسبه بقى للحته دي بقى، ده اعتبره فوج بس ترن سيجنال، بس مش فوج بيديك نور، يعني ما بيبقاش لونه ليد. بتيجي تدي اشاره يمين بس او شمال بس، بيشتغل سيكوينشال كده زي دايناميك كده، بدايناميك بيسوي. الكبوت في ادي خط، التاني جاي كده من هنا برضو في زيهم هناك. العربيه من اخر كده من قدام عربيه عدوانيه رياضيه، مدياك الشكل الرياضي بتاع العربيات، تحس عربيه سبورت. ولما بتيجي كده في المرايات وانت ماشي، لا عربيه تحسها كده ماسكلر كده معضله. العربيه من الجنب بقى، العربيه من الجنب خلي بالك كوبيه جراند، تحس كده ان هي مقفوله من ظهرها، ولا كلمه تروفي في الجنب، وده بيثبت لك ان هي اعلى فئه، يعني او ما بيسمى لك الجايزه. بس انا مش عارف قصدك ايه، يعني حد يفهمنا. لو جينا بصينا على الجنط هنا 18 225 45، البروفايل ده 45 قليل على جنط 18، بس بيجي على حساب البروفايل ده ايه؟ ان انا ابين شكل الجنط، اقلل البروفايل ابين الجنط، بس لو زودت البروفايل مش هتشوف الجنط. فهم قاصدينها، عايز يبين لك جمال الجنط. عربيه بتيجي بمقابض النيكل كده، تمام، وطبعا فيها خط من اول الكتف هنا لحد قدام خالص، وفيها كده فيك، حاجه فيك هنا كده، تهويه فيك، دي فيك شكل. بس التعليق اللي قدام ماكفيرسون، التعليق الخلفي مالتي لينك، والمالتي لينك بيبقى حلو جدا جدا جدا، احسن من التورشن بيم. بيبقى احسن في ايه؟ في الثبات وفي الجري وفي كل الكلام ده. نيجي للشكل الخلفي، والشكل الخلفي الفوانيس هنا ليد وفيها 3D ما عدا الاشاره، تيرن سيجنال دي مش ليد، والريفرس مش ليد. هنلاقي طبعا سنسور خلفي، مفيش سنسور امامي. هنلاقي فيه هنا نيكل او كروم كده جاي من الفانوس ده للفانوس ده، واللي اختلف عليها الناس كلها. ايه يا جماعه 20 تي دي؟ هي العربيه 2000 سي سي؟ لا، العربيه مش 2000 سي سي. طب ايه يا جماعه دي؟ بعد كده سيرش وكلام كتير كده اتضح ان دي معناها يعني ان عربيه فوق ال 200 نيوتن متر تورك. معرفش صح ولا لا، بس يا رب تطلع صح. الازاز بيجي مش متفايم، يعني ولا جانبي ولا خلفي، حتى في اعلى فئه. فيك اكزوست اهو، ايدي اهي ما بتخشش، يعني ده شكل بس. هنلاقي برضو عواكس هنا معموله بطريقه حلوه قوي. انا عاجبني هنا العواكس، شكل العواكس كده واخد ديزاين اللي هو الديزاين الانجليزي. طبعا العربيه ليفت باك، يعني الشنطه بتفتح بالازاز ده، وهنجي لكم بقى في الشنطه. تعالوا بقى اكلمكم على الشنطه. والشنطه هنا زي ما قلت لكم ليفت باك، يعني الازاز بيفتح مع الشنطه، فبتديك مساحه كبيره. مساحه كلتر 424، مساحه
نعتبر في الفئه المتوسطه لموضوع مساحه الشنطه. لو بصينا هنلاقي ان هنا الدخول سهل شويه من الحته اللي هي واخده كيرف دي، وهنلاقي كمان بصوا هي ما فيهاش ولا 12 فولت ولا علاقات، هي بسيطه جدا. وفي هنا الستيب صغير، في ستيبن صغير كده. دي كده ببساطه الشنطه عامه. بس الشنطه فيها بقى ميزه ان انت ممكن تتني الكراسي دي تديك مساحه رهيبه. يعني بص المساحه، لا هتاخد مساحه كبيره، فمساحه الشنطه لا مش هتعمل لك ازمه. كمان دي كمان بتتشال، يعني كمان هتاخد كمان طول كبير جدا زي ما انت عايز. فالشنطه هنا ممتازه جدا. الشنطه بتقفل كمان بالايد. وطبعا نسيت اقول لكم ان في كاميرا خلفيه، في كاميرا خلفيه ورا. العربيه بتفتح من هنا وبتفتح بالريموت وما بتفتحش من جوه. العربيات كلها لغت موضوع من جوه ده، انا مش عارف بقى. يعني كتير قوي وانا داخل مول ببقى نفسي افتحها، ببقى عندي الفضول كده بتاع العربيات القديمه ان هو انا عايز افتح العربيه من جوه. انا مش عايز الراجل هو اللي يفتحها، انا عايز انا اللي افتحها. وكمان يبقى حلو قوي لو في زرار كمان كهرباء بقى من جوه وبيقفلها، بدل ما الراجل يمسك الشنطه ويروح رازعها. مش عارف السبب ان العربيات الشركات كلها لغت موضوع اللي من جوه ده. العربيه من جوه للوهله الاولى دخولك عشان هي كوبيه ممكن حد يكون متخوف ان هي ممكن تضايقه في الدخول، لا مش هتضايقك. كمان نفق الفتيس معدوق، يعني هو بسيط جدا، ولو حد جه قاعد في النص حلو مش متضايق. يعني العربيه دي تاخد 3 من ورا مستريح. العربيه واسعه على فكره، يعني العربيه دي عربيه واسعه جدا جدا جدا. يعني بص رجلي بعيده جدا. وفي ناس هتقول لك ما انت قصير، يا عم انا عارف ان انا قصير، بس هي عربيه واسعه. حتى لو انت يا عم 2 متر، بس لا مش 2 بلاش نأفور، يعني لو متر و85 والكلام ده، لا عربيه هتبقى مساعده. يعني راس برضو كويسه، مع ان هي بقول لكم كوبيه مقفوله كده من ورا. يعني كوبيه برضو عشان ما حدش يقول لي ايه ده كوبيه يعني 2 باب. لا يا جماعه، في حاجه اسمها جراند كوبيه، ودي كانت بدايتها اودي لو وفي دبليو لما نزلوا الباسات السي سي هتلاقيها مقفوله من ورا وبابها فريملس. دي مثلا بابها مش فريملس بس هي مقفوله من ورا كده، تحس ان هي مقفوله، مش زي العربيات السيدان تبقى مكمله، لا دي مقفوله من ورا. طبعا الجلد عاجبني جدا. الرسمه بتاعت الكرسي مريحه للظهر، يعني ظهرك مريح. هنلاقي فتحات تكييف هنا تمام، بس مفيش تحكم من هنا، التحكم من قدام. هنلاقي هنا بقى الجميل، هنا بقى المسند ده فيه 2 كاب هولدرز، مسند حلو جدا. الخامات اللي ورا بلاستيك هارد ناشف، وفي جلد هنا وجلد برضو هنا. المسند فيه صوب بس تزييق كده، يعني ده صوت تزييق برضو. واحد ما بياخدش كل حاجه يا جماعه، يعني برضو لازم هتلاقي عيوب كده كده في العربيه. لو حد راكب في العربيه ورا لازم يبقى رابط الحزام، عشان لو مش رابط الحزام هتزمر. فهي عوامل الامان هنا بزياده شويه، يعني مزود لك الامان قوي. تعالوا بقى نتكلم على العربيه من جوه. والعربيه من جوه للوهله الاولى ناس كتير بتروح تشتري العربيه دي بسبب شكلها الداخلي. يعني نبدا بقى من اول ايه، تعالى ابدا لكم بالكراسي. الفئه الثالثه اللي هي البلاك اديشن، فبتنزل بكراسي هنا كهرباء. السواق بيبقى كهرباء طبعا، بيبقى نزول وطلوع. دلع بقى نفسك بقى، ما انت ايه بقى دافع هندلعك بالكهرباء. وبرضو ظهر ورا برضو عامل لك ايه بقى، عامل لك الكهرباء طلوع ونزول، والظهر برضو كهرباء، كله كهرباء. عامل لك بقى اللمبر سبورت اللي هو القطنيه يدوي، حركه اول مره اشوفها في عربيه يدوي اهو. كده 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 القطنيه تيجي، كده القطنيه تروح. اللي خطفني في العربيه فتحات التكييف شبه مرسيدس بالملي، يعني اللي خطف نظري الطاره اللي هي السبورت دي، اللي هي بتبقى واخده ساعات الدي شيب تمام، وفيها مالتي فانكشن وعلامه ام جي، فيها بادل شيفترز. بصينا هنلاقي بقى شويه زراير هنا. الزراير في هنا زراير المرايات والضم بتاع المرايات عشان كهرباء، تعليه وتوطيه الفانوس، مثبت السرعه، النور هنا ده دراع النور واوتو، خلي بالكوا. هنلاقي هنا خامات بقى، الخامات بتاع الباب ده مش احسن حاجه، ده بلاستيك هارد. وفي هنا التريم دي شكلها حلو بصراحه. الزراير لو كواليتي بتاعتها
بصراحه غريبه. برضو الزراير دي مش احسن حاجه. كلهم اوتو، وفي هنا بيجي جلد تمام، وبيجي مساحه تخزين كويسه مش وحشه. برضو السماعات هنا، وفي هنا في 6 سماعات، البابين، وفي سماعتين هنا وسماعتين ورا. ده هنا في درج كده تحط فيه كوينز ولا حاجه. وطبعا الدريكسيون هنا بيطلع ويخرج وفوق وتحت، فبصراحه مديك اكسس على الدريكسيون حلو جدا. لو بصينا على عدادات نصها ديجيتال ونصها انالوج، والعداد هنا دلوقتي لو بصيتوا على الديجيتال لونه اخضر، بس على السبورت هيبقى قلب احمر. في بقى شويه حاجات هنا بتشوفها في الشاشه زي البطاريه، الاستهلاك البنزين، الرحله اللي انت قطعتها، الديجيتال سبيد، فيها شويه معلومات كده كتيره ممكن تعرفها. هنا بتقدر تتحكم في تعلية وتوطية الصوت هنا في الشاشه 8 بوصه. الشاشه الريسبونس بتاعها حلو جدا، فيها ابل كار بلاي، وفيها هنا بقى ممكن تخش تشوف الكار اللي هو فولو مي، اللي هو تقدر تظبط السيتنجز بتاعتك بالنسبه للنور، القفل والفتح، التكييف، كل الكلام ده. التكييف هنا برضو بيجي بزرار كده وهو بكر، وهو التكييف عامه يعني مالك العربيه شكر لي فيه جدا، قال لي من احسن الحاجات اللي عجبتني في العربيه. طبعا احنا في الشتاء فمش هنقدر نتست موضوع التكييف. تعالوا بقى نتكلم على الخامات. الخامات لو بصيتوا هنلاقي هنا ده مش سوفت تاتش، ده هارد كده شويه، في صوت، ده كده صوت اهو بسيط مش ملاحظ. هنا برضو في الحته دي في اصوات بتطلع من هنا. الحته دي برضو مش ماسكه كده كويس. دي بتفتح فيها يو اس بي، 2 يو اس بي، وفيها 12 فولت، واخده التريم كده هي والفتيس. في هنا قفل فتح التراكشن كنترول، الهاند بريك كهرباء، فيها الاوتو هولد، دي ميزه حلوه جدا. في الباب اللي بيفتح اللي فيه 2 كاب هولدرز حلو جدا. مساحات التخزين هنلاقي هنا في مساحه تخزين كبيره قوي. في الباب هنا هنلاقي مساحات كويسه. برضو التريم موجوده. هنلاقي فتحات التكييف اللي هنا زياده شكلها حلو بصراحه، عجبني شكل الطابلوه، عجبني. هنلاقي ان هي ستارت والستوب انجن. دلوقتي بقى هنشوف مساحه التخزين اللذيذه دي بقى. دي مش مساحه تخزين والسلام، ده فيها فتحه التكييف. وكان مالك العربيه بيقول لي ده انا بسقع فيها، يعني بحط بيبسي وميه وبلاقيهم بيفضلوا ساقعين يعني، فدي برضو ميزه تحسب للعربيه يعني. تعالوا بقى اجرب لكم فتحه السقف. ده كده التلت فتحت حته صغيره، وده كده تفتح العربيه كلها. والحلو اللي هنا ان هي بتفتح للاخر، يعني هي مش بتقف عند حته معينه. وبصراحه عدد الثواني اللي هي خدتها عشان تفتح حلو جدا. تعالوا بقى نقفلها. جرب تاني التسارع، بحاول اجربه من كذا طريقه، بحب اخده كده في كل العربيات على كذا حته. تعالوا نجرب كده دلوقتي. اللاج، شفتوا اللاج اللي حصل في الاول ده؟ عربيه والله العظيم العربيه دي تبقى في حته تانية لو اللاج ده مش موجود. فخدنا بالنا من اللاج اللي في الاول، ملاحظ جدا جدا جدا. بس ارجع واقول حاجه، عربيه دي في فئه ال 350 الف. مفيش عربيه في الفئه السعريه دي تقريبا، انا لحد دلوقتي ما ظهرليش بالسعر ده تطلع الاداء ده. فالاداء هنا حلو جدا، تحفه، مفيش زيه. بس اللي هو انا عندي زي ايه، فاهم؟ اللي هو لا انت كويس يا ابني. عارف لما يقول لك انت يا ابني انت كويس، انت زي الفل، بس انت ناقصك دي هتبقى في حته تانية. العربيه دي هتبقى في حته تانية لو الفتيس ده معمول له بروجرامنج صح، او فتيس تاني. بس هو اوفر اول اداء ممتاز في الفئه السعريه دي، فالاداء ممتاز. بعد ال70 العربيه بتجمع بسرعه جدا، وتقريبا دي راجعه ان هي بتجيب التورك بتاعها، بتبقى واصله للماكسيمم تورك اللي هو 1.7 ولحد 4300. فهي ساعات بتجمع في الحتت دي ما بين الار بي امز دي حلو جدا، يعني بتقدر تديك عزم لا تطلع من اي حد، يعني تطلع من اي حد في الفئه السعريه، وكمان ممكن فئه سعريه اعلى تطلع منه، عشان العربيه فيها هبل بيحصل بعد ال100، في فعلا جنون
لا لا عايز اجري. دلوقتي بجرب التكييف مع العربيه. التكييف بصراحه خطفني كده. التكييف حلو جدا في العربيه دي. فيها ليميت للسبيد، ممكن تعمل ليميت للسبيد. انا دلوقتي عامل ليميت على 80. عربيه كل ما اجي ادوس بتوصل مثلا 80 81 تعمل لوك. لا مش هعدي، فاهم قصدي؟ اهي يعني انا دايس كده وفيها هي 80 بالاحمر فوق، مش هتعديها. وفيها طبعا مثبت سرعه، ده غير مثبت سرعة. يعني ده عامل زي ايه، ما تعديش ال 80. عارف ما تركب كده مع الموضوع ده حلو قوي للامهات. وما تيجي تركب والدتك معاك هتقول لك يا ابني ما تعديش ال 80، تروح جايب لها العامل سبيد ليميت لل 80، مش هتعدي ال 80 انسى مهما دوست. يعني انا عمال ادوس بتجيب 81 وترجع 81 وترجع، مش هتعدي. طيب موضوع الليميت ده انا بصراحه شايفه ميزه، مثلا لو ان انت مرتبط بسرعه محدده على الطريق، فده طبعا هتبقى ميزه جدا. ان انت مثلا الطريق ده سرعته مثلا 80 100 120 هتثبت البتاع، والعربيه هتخليك ملتزم غصب عنك. حتى لو سرحت هتخليك ملتزم بالسرعه بتاعه الطريق. العيوب والمميزات اللي كلكم عايزين تسمعوا بقى. هل العربيه دي بتجري وكل حاجه، برفورمانس اداء ممتاز. البرفورمانس فيه حته واحده اللي هي اللاج ده جاي منين؟ جاي من الفتيس والتربو. الاتنين بيتجمعوا بعض، ما بيقدروش ان هم يدوا للموتور القوه الجامده جدا اللي هو فيها. موتور قوي شديد، بس الفتيس والتربو فيهم لاج في الاول خالص. تاني حاجه نيجاتيف فيها العزل. صوت الكاوتش مسموع جدا في الكابينه وانت قاعد جوه وانت سايق. تالت حاجه الخامات اللي جوه. الخامات اللي جوه متوسطه، بس برضو هرجع واقول حط 3 خطوط قيمه مقابل سعر. اللي انت دفعه هتاخد بيه خامات، بس الخامات مش احسن حاجه. في اصوات جايه من التابلو برضو ملاحظه. الزراير المستخدمه مش احسن حاجه، بس التصميم الداخلي حلو جدا، التصميم الخارجي حلو جدا. وهو التصميم يرجع للانجليز. الانجليز لما بيجوا يعملوا تصميم بيعملوا تصميم جامد جدا. تعالى بقى نشوف المميزات. مميزات العربيه دي ثابته، اداء رياضي كموتور جامد جدا قوي. عربيه بتديك سرعات عاليه على الفئه السعريه دي. عربيه التصميم برضو باخدها من المميزات. التصميم الخارجي، شكل الفوانيس، شكل العربيه من قدام، شكل العربيه من الجنب، شكلها حلو جدا. طبعا مميزات تانية حط دي تحت دي 3 خطوط برضو معلش. اوبشنز. عربيه فيها اوبشنز على الفئه السعريه بتاعتها، مش ساعات ممكن ما تلاقيهاش في عربيات كتير. من المميزات برضو ان التكييف هنا بصراحه تلاجة، فالتكييف هنا تحفه. الخامات انا كنت حطيتها في العيوب بالنسبه لي. انا كعربيه كده ما تشوفها كده من بره اكيد الخامات جامده جدا. وخلي بالك لما تشوف كده عربيه من جوه، كل الناس لما تيجي تبص عليها كده تقول لك دي ب 300,000 350 دي اكيد. دايما كله بيقول لك لا اكيد اغلى. في ناس ساعات بتقول لك لا العربيه دي اغلى من الرقم ده. كان برضو احساسي اللي هو برضو انا اول ما شفت العربيه من قبل ما اركبها كنت بشوفها في الشارع كنت بحسها غاليه بصراحه، بس هي بالنسبه لي على الديزاين وعلى الموتور اللي فيها لا، قيمه مقابل سعر. ناس هتيجي تقول لي انت بتشكر في الصين. يا جماعه قصه معمعت ان الحاجه دي صيني خلاص، احنا في 2022. حاجات الصين او الحاجات دي كلها كواليتي، في كواليتي عاليه وفي كواليتي اقل. وبالذات العربيه دي انجليزي تقفيل او تصنيع وتقفيل صيني. لسه العربيه دي عيوبها على فكره مش هتظهر دلوقتي، وده اللي انا هقوله في الفيديو واللي انا قاصد اقوله. العربيه دي عشان تقدر تعرف هي صيني لو كواليتي ولا هاي كواليتي، اصبر، اتقل على الرز لما يستوي. اصبر، بص كمان 5 سنين العربيه دي هتبقى فين، بص كمان 7 سنين بعد صيانات بعد دبدبه. انا شايف بصراحه عربيه قيمه مقابل سعر. كان ناس كتير هتيجي تقول لي يا علي انت بتشكر في الصين. يا عم مالها الصين، ما هي جابت لك عربيه قيمه مقابل سعر، عايز ايه تاني؟ ده اللي انت دفعه. عربيه صيانتها اقل صيانه تقريبا بتبقى ب 2000 جنيه، فصيانتها في الفئه اللي هي المتوسطه العاليه شويه. برضو نحطها كده دي في الحسبان. لما تيجي برضو بتشتري عربيه دي بص على جدول الصيانات، شوف هل جدول الصيانات هيبقى مناسب ليك ولا لا. كل الكلام ده بنبص عليه واحنا بنشتري عربيه.
عربيه دي اعتماديه. واحد بيبقى عايز يقول لك انا عايز اعتماديه يا عم وهيريح دماغي، عايز اركب عربيه 4 نقلات 5 نقلات في تسمه بيبص حاجات. مش بقول ان دي في تسمه بيبوظ، بس انا بقول لك الناس بتفكر ازاي. الموتور ده جميل وكل حاجه وخامات من جوه ومش عارف ايه. روح بقى، روح للحاجات التانية. روح ان انت عايز مثلا تيجي تبيع العربيه دي بعد 2 3 تجيب لك سعر، تمسك سعر. فكل الكلام ده حطه في الحسبان وانت بتشتري عربيه. بس كده، دي كانت تجربه جميله. وبشكر استاذ باشمهندس احمد اللي جاي لي من الشرقيه وجالي القاهره. انا بشكرك جدا 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 جدا. الراجل ده محترم جدا، جالي من الشرقيه وهو اللي جالي وقال لي تعالى نصور العربيه وانا هاجي لك مخصوص وبتاع. بشكرك جدا. وبرضه هاخد برضه معايا بقى نقلب كده الكاميرا. فانا بشكر باشمهندس احمد جدا 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 جدا. وخلي بالكم ده يوتيوبر يا جماعه، يوتيوبر. خش شوفوا. انا بقول له انت ظالم نفسك ومش بتعمل فيديوهات. الراجل ده جامد جدا وعامل فيديو جامد جدا، خش شوفوه. عامل فرق ما بين الام جي 6 والام جي 5. هبقى احط لكم اللينك بتاعه فوق. بس وصباح الفل واحسن واحلى مسا بقى على الناس اللي من الشرقيه كلها. سلام. السلام عليكم.